الحكاية الثالثة من كتاب صديقي لا تأكل نفسك للكاتب عبد الوهاب مطاوع. أداء صوتي مروة صالح. صباح الخير. كم مرة سمعت هذه العبارة؟ وكم مرة حاولت أن تفكر في معناها؟ إنك تسمع صديقك يقول لك وهو منفعل: إنني لا أجد نفسي في هذا العمل. وصديقا ثانيا يقول لك: إنني لا أجد نفسي في هذه الحياة. وصديقا ثالثا يقول مفكرا: إنني أبحث عن نفسي فلا أجدها. فما هي هذه النفس التي يبحث عنها الإنسان وهي داخله؟ الحق أن هذه العبارات الخيالية صحيحة تماما، لأن كل إنسان منا يبحث عن نفسه ويحاول أن يعرفها لكي يتوائم معها ويعقد معها معاهدة سلام. ولأن رحلة الحياة هي في حقيقتها رحلة الإنسان للبحث عن نفسه وعن سعادته، فالذين لا يعرفون أنفسهم جيدا في حالة حرب مستمرة معها، لا تهدأ نفوسهم ولا يهدؤون معها. والذين يعرفونها جيدا هم السعداء، الذين نقول عنهم إنهم يعيشون في سلام نفسي لا تؤرقهم الرغبات التي تتجاوز قدراتهم، ويحيون حياة يرضونها مهما كان نوع هذه الحياة، ويعملون أعمالا يهونوها ويتلذذون بأدائها مهما كان عائدها أو مستواها. ومنذ قديم الزمن والإنسان يبحث عن نفسه ويحاول أن يعرف نوازعها ودوافعها وما تحبه وما لا ترضاه. وعلى واجهة معبد دلفي في أثينا القديمة كانت هناك عبارة تقول: اعرف نفسك بنفسك. وحين جاء سقراط اتخذ من هذه العبارة شعارا له، وانطلق يحاول أن يعرف نفسه ونفوس الآخرين ويتساءل عن معنى كل شيء. ومن هذه العبارة أيضا جاءت جذور علم التحليل النفسي الذي يقسم النفس البشرية إلى دوائر الشعور واللا شعور، ويعتمد في العلاج على مساعدة المريض على أن يعرف ما ترسب في أعماقه منذ سنوات الطفولة والصبا والشباب، ويفسر به بعض تصرفاته ونوازعه، ويجتاز به دائرة المرض إلى الشفاء حين يعرف هذه الحقائق. وبعد سقراط بعشرات القرون جاء شكسبير فقال: أصدق نفسك تصدق الناس جميعا. وهذا صحيح، لأنك إذا عرفت نفسك جيدا كنت صادقا معها، وإذا كنت صادقا مع نفسك فلن تكذب على أحد ولن تكون في حاجة إلى ذلك، لأن من يكذب على الآخرين يكذب على نفسه أولا. فإذا عاهد نفسه أن يصدقها في كل لحظة كان صادقا مع الآخرين. وكثيرا ما يكتشف الإنسان بعد أن يسير طريقا طويلا أن هذا الطريق لم يكن له من البداية، لو أنه عرف نفسه جيدا واكتشف حقيقة رغباتها وقدراتها وأهدافها الحقيقية في الحياة. وعندما يحدث هذا الاكتشاف المفاجئ كثيرا ما يتغير خط حياة الإنسان من حياة إلى حياة، أو من عمل إلى عمل، أو من غاية إلى غاية أخرى. ولقد كان سقراط نقاشا فأهمل مهنته وأسرته وانطلق يبحث عن الحقيقة ويجوب الشوارع يوجه للجميع أسئلته الحائرة. فإذا قال له أحد: صباح الخير، أجابه: وما الخير؟ فإذا قيل له: هو الفضيلة، تساءل: وما الفضيلة؟ ثم: ما العدل؟ ما الشجاعة؟ ما الديمقراطية؟
هذه التساؤلات الحائرة كان هدفه الوحيد منها هو الوصول إلى الحقيقة عن طريق استبعاد الباطل. وكان يقول عن نفسه إن أمه كانت قابلة تولد النساء، وأنه يقتفي خطاها فيولد العقول ويساعد غيره على أن يخرج آراءه إلى الحياة. ولا غرابة في ذلك ولا جديد فيه، لأننا ما زلنا نبحث عن أنفسنا وعن الحقيقة وعن السعادة وعن معاني الأشياء منذ هذا الزمن البعيد، وقليلا ما نجدها وكثيرا ما نضل الطريق إليها. فإذا قلت لي يا صديقي ذات يوم صباح الخير، فسمعتني بغير إرادة مني أقول لك فجأة: وما الخير؟ فلا تحسبني أسخر منك، إذ ربما أكون قد اكتشفت نفسي فجأة لحظتها، وبدأت أفكر في البحث عن عمل آخر. كنت معكم أنا مروى صالح.